شوف يا أخي، شوفوا يعني زيناش ناس نصبوا روحهم مسؤولين علينا بالسيف، وزادوا فرضوا نفوسهم عندهم وطنية أكثر منا، وجايبين لنا سراب، حاجة سراب يقول لك هذا هو الرجل الذي ينتج الجزائر. يعني هذا الراجل كي كان صحيح و15 سنة و3 عهدات ما نقدش الجزائر، داها للهاوية، ودركا كي عاد في الفراش ينقذ الجزائر. دخلوا راسكم نتوما هذه. بزاف يا عم تخيل هذيك طفيله صغيره كي نقعد نحكي لها تدخل ما بقاش درك، يعني ما بقاش، يعني ولاو هبلوا حتى لحد وين عاد الانسان يحوس على السيرتيفيكا ميديكال اللي تثبت لنا ولا معطونهم صحاح. هذا ما هما هذا. طيب ما عليناش، قال لك كيفاش نزيدو نديرو لهم هاد الناس هادو، كلحناهم لازم نكملوا لهم. قالنا شوفوا جماعه، احنا صح اي الاموال صح تسقط وراحت للخارج، احنا نوعدوكم. وجابوا لنا واحد الرساله قالوا لنا والرئيس اللي كتبها، والرئيس ما كتبنا والو، يا مريض هو ما يقدر يكتب لا والو، هما اللي يكتبوا في بلاصتو. قال لك هذه الرساله هذه واش يقول فيها الرئيس؟ قال لهم عطيو لي 5 سنين اخرين باه واش يدير؟ قال لهم باش نرجع لكم الاموال المختلسه نردها لي في الخارج، هذيك ردها. يا سيدي شوف ماشي تسخيره هذه ثاني، وهي في الاصل واش هي؟ باش اللي مازال في الخزينه تاع الدوله يزيد يروح. واقعد انت يا شعب على روحك، روح تطلب وين تطلب. والله وانا استمع الى هذه الرساله، رساله رئيس الجمهوريه، كدت ان ابكي. ارجعتني الى جلسه كانت لي مع رئيس الجمهوريه سنه 2001 لمده 2.5 ساعة، وهو يحكي لي همومه كرئيس جمهورية من أجل إنقاذ الجزائر ولماذا جاء إلى الجزائر. ولكن لما طال الأمد كدنا أن نيأس، لكن أظنه بهذا الدستور الجديد وبهذه الرسالة التي كانت خلاصة قول وفعل نتمنى إن شاء الله الخير إلى الأمام، وأن نكون متفائلين. وأقول للشعب الجزائري تفائل تجد خيرا إن شاء الله. إن شاء الله. إذن على نبرة التفاؤل هذه أصل إلى ختام هذه السهرة الدستورية. شكرا.